هذا مما حل بأمة الإسلام. هذا باب ذل طويل عريض. ما هو المخرج عباد الله؟ المخرج أن يجتمع المسلمون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالتمسك بكتاب الله عز وجل والتزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو سبيل النجاة والعزة والتمكين. روى أبو داود وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالأمة تركت كتاب ربها ونأت بجانبها عن هدي رسولها صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل بأس الأمة بينها شديد. ألم تعلم يا عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شفيقا بأمته وكان رحيما على أتباعه؟ لقد دعا الله عز وجل لأمته بثلاث دعوات فقال: دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني ثالثا. قال: دعوت الله ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، ودعوت الله ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، ودعوت الله ألا يجعل بأس أمتي بينها شديد فمنعنيها. فبأس الأمة بينها شديد لتركها كتاب ربها وبعدها عن سنة رسولها صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى فتنا كثيرة ضربت بأطنابها في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. انظر إلى أرض الشام وأرض العراق، مهد العلماء وعاصمة الفقهاء. أرض الشام تخرج منها علماء كثير، وكانت عاصمة الخلافة في دولة بني أمية. وانظر إلى أرض اليمن التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وانظر إلى جزيرة العرب، وانظر إلى أرض مصر، وانظر إلى أرض ليبيا وبلاد المغرب، بل انظر إلى كل بلد من بلاد الإسلام إلا وترى فيه فتنا كثيرة، اختلافا وتفرقا وتشققا وتشرذما وتحزبا، كل إلى جهته يدعو وكل إلى حزبه ينتصر، إلا من عصمه الله عز وجل وهداه إلى التزام المحجة البيضاء التي تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فواجب علينا عباد الله أن نرجع رجوعا مؤكدا، رجوعا صادقا إلى كتاب ربنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى
نسترد عزتنا وريادتنا وقوتنا وقيادتنا، والله الموفق لكل خير. أقول قولي هذا واستغفر الله.